ذاكر بذكاء. اللي بيطلع الاول على الدفعه ده مش بيذاكر كتير وقت اكتر فبيطلع الاول، لا، هو عارف يلعب ويوظف المعلومه فقط لا غير. فهو اشتغل صح. ففي خطوات ثابته ينفع اقولها قبل اي معمل وخطوات اقولها بعد اي معمل. فما اقعدش اتعب نفسي بقى مع كل لاب ابتدي احفظهم تاني. خلاص انا حفظتهم مره واحده وابتدي اوظفهم مع اي معمل. ما تضيعش وقتك في حاجات هايفه. هي كخطوات مش هايفه، لكن خلاص انا حفظتها، ليه بقى اخد وقت تاني مع كل لاب؟ خلاص انا شلت هم الموضوع ده، الموضوع ده انتهى بالنسبه لي. في خطوات ثابته هبتدي احفظها، ودي انا عامله لها حلقه ثابته وهسيبها لكم في رابط الوصف. هنذاكر ايه الاول؟ هنذاكر الفيكسد ستيبس اللي هي الخطوات الثابته اللي هي بيفور اند افتر اللي احنا عاملين لها حلقه قبل كده. خلاص دي بقى انا حطها في جيبي كده، ودي لاي معمل. دي اول خطوه لازم اعملها. تاني حاجه لازم اعملها، لازم اذاكر الستاتيك الاول وبعدين الدايناميك. ما ينفعش ابدا ادخل على السكيلز من غير ما اعرف المصطلحات الطبيه الجديده في اللاب ده. يعني هتفهمه ازاي؟ حتى لو قدرت تحفظه وتمشي فيه وتفهم هتجيب 85%، استحالة تعدي 90. اللي هيعدي 90 اللي هو ابتدى بالموضوع صح. الموضوع يبتدي صح ازاي؟ اذاكر الجزء النظري الاول اللي هو الاستاتيك، وبعد كده ادخل في الدايناميك. فعشان اذاكر صح واضمن ان شاء الله باذن الله اجيب درجة كويسة جدا في امتحان النهائي، اذاكر الفيكسد ستيبس ودي خلاص لاي لاب، وبعدين ابدا بالستاتيك وبعدين الدايناميك. ما ينفعش ابدا ادخل على الدايناميك وبعدين اسيب بعديها الستاتيك. ودي جزء بيجي لنا فيه اسئله مهمه ما ينفعش ابدا نتغافلها، وده جزء مهم جدا ما ينفعش ابدا نذاكره قبل الستاتيك.